بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير على الجميع. النهاردة الأربع 10 يناير 2024، 10/1/2024. احنا بنقول دايما النبات لما يبقى في طور تحضير البراعم بالطريقة دي، أي نبات عندي سواء متساقط أو مستديم، النبات بيبتدي يجهز أو يحضر البراعم اللي انت شايفها دي اهي. البرعم ده بعدين هيديك يا إما برعم خضري يعني هيطلع ورق، أو برعم زهري. هيدي لك برعم خضري او برعم زهري نتيجة اسباب كتيرة. اول سبب هو التغذية. لما اكون مغذي النبات بتاعي بطريقة صحيحة وبأغذية سليمة زي ما احنا شايفين، ده اللي انتوا شايفينه ده الصورة الأصلية للبوتاسيوم. الصورة الأصلية للبوتاسيوم دي الصورة الأصلية لعنصر الزنك. تمام. طيب لما يكون انا النبات عندي متغذي كويس خلال فترة الصيف السابق، يعني الشجرة اللي قدامنا دي احنا دلوقتي في شهر 1، النبات المتساقط بنغذيه من اول شهر 2 لغاية شهر 10، بعد شهر 10 بنقفل عنه المية والتسميد. النبات المستديم اللي زي كده زي المانجا مثلا، ده نبات مستديم بنغذيه طول العام، ولكن في شهور الشتاء بنقلل التسميد شوية. طيب ازاي البرعم ده يتحول الى برعم زهري؟ اولا التغذية السليمة المتوازنة من كل العناصر الكبرى والصغرى اللي شرحناها قبل كده. طيب وايه تاني؟ البرعم ده لازم خلال فترة التحضير اهو، البرعم بيحضر اهو، يعني خلاص هيطلع اهو، محضر اهو او منتفخ جميل. لازم خلال فترة التحضير دي نكون عملنا الرشات الآتية. يكون رشينا كل ده، هيبقى مخلوط مع بعضه، منكوزيب مع سيوفينات مصايل، تمام اهي، مع ميتالاكسيل اهي، شايفها اهي، اوكسوكلور نحاس، مع سايموكسانيل، تمام. طيب انا كل الرشات دي هرشها ليه؟ هرشها عشان احمي البرعم اللي عندي، البرعم ده المحضر، احمي البرعم ده ان هو يصاب بالامراض الفطرية. طيب وايه تاني؟ خلال الفترة دي نكون رشينا على الاقل 3 رشات بمخلوط من عنصر الزنك، جميل، وعنصر البوتاسيوم، وبنضيف عليهم حاجة اسمها بورون مخلبي. طيب بورون مخلبي، وبنضيف عليهم حاجة اسمها سائل عضوي وخافض البي اتش، وده البورون. يبقى ده البورون وده الايه؟ ده البورون اهو، خلاص عشان تعرفوا الشكل اهو، ده اغمق من السائل العضوي. طيب بنضيف الحاجات دي ليه؟ البوتاسيوم لما بنضيفه اللي انت شايفه ده اهو، الصورة الأصلية للبوتاسيوم، بيسخن البرعم ده، فبيحول البرعم من عندي من برعم خضري إلى برعم زهري، يعني يساعده إن هو يطلع معايا زهرة. طيب الزنك بنضيفه ليه؟ عنصر الزنك أهو، بنضيف الزنك ليه؟ الزنك عنصر خصوبة مهم جدا خلال الفترة دي. طيب البورون بنضيفه ليه؟ البورون من ضمن برضو عناصر خصوبة في الكائن الحي سواء إنسان أو نبات أو حيوان، البورون من ضمن عناصر خصوبة. طيب السائل العضوي وخافض البي اتش، التركيبة دي بنعملها ليه؟ الورقة بتاعت النبات، خلاص، أو أي جزيء في النبات بيمتص أي مادة، لازم المية اللي تترش تكون متعادلة ومائلة إلى الحامضية، وإلا هيحصل حاجة اسمها توتر سطحي والورقة دي هترفض الرش. يبقى في الحالة دي لازم المية تكون متعادلة ومائلة إلى الحامضية، المية اللي احنا برشها متعادلة ومائلة إلى القلوية. فازاي نخفض قلوية المية؟ بخافض البي اتش، خافض سائل عضوي اللي هو خافض البي اتش. طيب لو انا النهارده اشتريت كل
وكل الحاجات دي عشان ارشها للاسف هتكلفني كتير جدا جدا، لان الامراض الفطريه ما بين اعفان ثمار وبياض زغبي وبياض ضي وكل ده. طيب لو انا اشتريت كل دول المواد الاصليه دي، لا هدفع فيها كتير جدا. طب بنعمل ايه؟ عندنا في اليسر للخدمات الزراعيه بنعمل ده عباره عن مخلوط من كل المواد اللي احنا ذكرناها، مخلوط فطري من كل المواد اللي احنا ذكرناها، فيها الميتالاكسيل والزوكسيستروبين وسوفينات الميثايل والسيموكسانيل، فيها 6 مخلوط مضاد فطري ضد فطريات البياض الزغبي، البياض الضي، اعفان الثمار. لان النباتات المنزليه للاسف بتبقى مجموعه كبيره، بتبقى زارع خوخ، زارع تفاح، زارع رمان، زارع برتقال، زارع مانجا، وهكذا. والمجموعات النباتيه دي كلها بتعدي بعضها البعض بامراض مختلفه، يبقى انا لازم عندي المضاد الفطريات من كل المواد الفعاله اللي انا ذكرتها. طيب بنعمل ايه تاني خلال الفتره دي اللي هي فتره تحضير البراعم ما قبل التزهير، سواء في النبات المتساقط او في المستديم، في الاثنين بنكون لازم ادينا مبيد حشري جهازي. مبيد حشري جهازي المبيدات الحشريه الجهازيه تبقى مبيدات محببه زي حبيبات الرز يا جماعه اهو، خلاص زي حبيبات الرز اهو، تمام. ما بيبقاش مبيد سائل، المبيدات الحشريه بتبقى مبيدات محببه، مبيدات محببه وليست سائله. يعني في عنصرين فقط اللي هو بيبقى سائل زي الاندوكسكار، تمام. يبقى عشان نحمي النبات الجميل ده والبرعم ده يزهر كويس عندي ويديني زهرة اللي هي هتبقى ثمرة وفي الآخر بإذن الله أكلها، يبقى لازم أعمل الخطوات الآتية: تسميد متوازن طول